كيلو من صدور الفراخ. الفراخ كده اهو طبعا تغسليها غسله تمام، ودول بصلتين متوسطين الحجم، فرمهم وحطيتهم كده اهو عليهم رشتين من الملح في اي مصفى عندي، سبتهم شويه وبعد كده خدت الميه بتاعتهم. بس على كيلو صدور الفراخ حوالي، بعد ما حطيت ميه البصل حطيت علبه زبادي، ملح وفلفل اسود، شويه صغيرين من بهارات الفراخ، وشويه من الحبهان المطحون. قلبي ده كده اهو كويس جدا، وما تنسيش طبعا البيضتين. نزلت على طول بالصدور الفراخ البانيه بتاعتي الحلوه المغسوله دي في التتبيله الحلوه دي. كل ما قعدتي صدور الفراخ في التتبيله الحلوه دي كل ما كان مذاق الفراخ بتاعك احلى واطعم. نزلت كمان على طول بعصره ليمونه كبيره، وهغطيها بستريتش رول وهركنها بقى في التلاجة لحد ما ابدا اقليها. اقل حاجه ساعتين، واكتر حاجه ليله كامله او حتى ليلتين، بتكون طعمها ومذاقها حلو جدا. هنجيب كيلو من المكرونه القلم اللي هي المكرونه البشاميل اللي احنا هنعملها بمشيئه الله. ميه بتغلي على النار، شويه ملح وشويه زيت صغيرين، وهبدا اسلق المكرونه. بتتسلق لمده 10 دقايق على النار، والنار بتكون متوسطه. حوالي 6 معالق من الزبدة، ممكن تحطي زبدة على زيت أو سمنة على زيت، المتوفر عندك استخدميه. نزلت على طول ب6 معالق كبار هرميين من الدقيق علشان أعمل على طول أحلى بشاميل. هبدأ على طول أقلب الدقيق بتاعي الحلو ده بالشكل ده لحد شايفين ما ياخد لون كده هو دهبي فاتح، وفي نفس الوقت يكون عامل كده هو زي الكريمة. لازم السمن تكون أو المادة الدهنية تكون قد الدقيق، وممكن كمان تكتريها شوية، يبقى من 6 ل7 معالق هرميين من الزبدة. نزلت على طول ب2 كيلو من السوائل. 2 كيلو يعني ممكن تنزلي ب2 كيلو من الحليب، وممكن كمان طبعا الحليب يكون مغلي، وممكن تنزلي بكيلو واحد من الحليب و4 كوبايات من الشوربة أو 4 كوبايات من المرقة، وعليهم كمان مكعب مرق دجاج بيكون والله حلو جدا. نزلت على طول بالبشاميل بعد ما نزلت بالسوائل على طول ملح وفلفل اسود ورشتين من جوز الطيب، واستمريت في التقليب لحد ما بقى كريمي بالشكل الجميل اللي انتوا شفتوه. لازم البشاميل يغلي ويتقل معاكي. هنا بقى معلقه حلوه كده اهو من الزيت او معلقتين حلوين من الزيت، عليهم معلقه زبده علشان يطعموا. تعالوا نعمل عصاج اللحمه الرهيب ده. بصلتين متوسطين الحجم، عليهم قرنين كده وحلوين من الفلفل، وفصين من الثوم، وابتديت اشوح الخليط الرهيب الحلو ده. وبعد كده هنزل على طول بنص كيلو من اللحمه. كل كيلو من المكرونه القلم بياخد نص كيلو من اللحمه. انتي ممكن تكتري كمان عن ممكن يعني على حسب المتوفر عندك، يعني ممكن ما يبقاش نص كيلو من اللحمه، ممكن 350 جرام على حسب المتوفر عندك، وكله هيبقى تمام. اول ما تنزلي باللحمه المفرومه على طول رشتين حلوين من الملح او الملح على حسب الرغبه علشان يفرولك اللحمه بتاعتك، ونص معلقه او معلقه كده هم من الفلفل الاسود زي ما انت حابه. هبدأ على طول أقلب. الفلفل الأسود بيشيل أي ريحة مش حلوة في اللحمة. استمري في التقليب لحد ما اللحمة المعصجة الحلوة دي لونها يبدأ يغير، وتبدأ حتى أي ميات تنزل منها تبدأ إن هي تتبخر معاكي، ولون اللحمة نفسه يبدأ إن هو يغمق. بعد كده نزلت بكوبايتين من عصير الطماطم، وعليهم ملح وفلفل اسود ورشتين من جوز الطيب، ورق لورا، حبهان، اي بهارات انت حابه تحطيها حطيها. هي بهارات اللحمه بتبقى عباره عن زي ما قلت لك ملح وفلفل اسود، شويه من الكوبيبه الصيني، وشويه من القرنفل، وشويه من جوز الطيب، وبس كده. وطبعا ما تنسيش ورق اللورا. افضل طريقه للبانيه علشان البقسماط يثبت فيه، طبعا جبت البقسماط وبطلعه كده وهو ساقع، يدوبك بس بتنطريها كده نطرتين علشان اي حاجه فيها ملتصقه تمشي يعني وتنزل في الطبق. وعلى طول في البقسماط بالشكل الحلو ده بضغط عليها في البقسماط. هحطها كده في الفريزر 10 دقايق بس تتشمع كده حاجه بسيطه، وبعد كده على طول هبدا ان انا اقليها. والله كانت ما شاء الله تبارك الله حلوه جدا. ادي البشاميل. بحب دايما ان انا احط طبقه كده اهو علشان تكون المكرونه بتاعتي جوسي ومتغرقه بالبشاميل، في القاع بشاميل وفي النص بشاميل وفوق برضو بشاميل. في كل الحالات بتكون حلوه جدا. انزلي بقى بالمكرونه القلم بتاعتك. طبعا بعد ما سلقتها نزلتها في مصفى وغسلتها كده غسلتين او شطفتها شطفتين كده اهو من النشا اللي فيها، عشان كمان تكون يعني ايه مفلفله كده معايا. نزلت على طول بعصاج اللحمه الحلو ده، وهبدا على طول اغطيه بالشكل ده. وبعد كده طبعا بتحطي طبقة بشاميل خفيفة في النص، وتحطي كمان طبقة المكرونة القلم بالشكل البسيط ده. بصوا بقى سريعة قد ايه. عين عليها المكرونة بتتسلق، وعين التانية عليها البشاميل اللي بيتعمل، والعين التالتة عليها على طول عصاج اللحمة وانتي بتعمليه.
مش هتكمل منك في صناعتها وانتي واقفه معاها الا حاجه بسيطه جدا. انا كنت عامله الكيلو، خد مني ما شاء الله صينيتين حلوين. طبعا هدخلهم الفرن دلوقتي يقعدوا نص ساعه. اول ما الحواف كده تبدا تشد معايا وتستوي طلعتهم هنا تاني، وهبدا بقى احط ميكس الجبن الحلو ده عشان تاخد اللون الرهيب اللي انتوا شفتوه في اول فيديو. بصوا جميله قد ايه، كان طعمها بقى جوسي جدا، طريه كده اهو، سايحه ونايحه كده، والبشاميل سايح ونايح فيها. زيت غزير وهقول بسم الله، وعلى طول هنزل صدور الفراخ بالشكل ده. اول ما تنزلي بقى صدور الفراخ خلي النار متوسطه، مش عاليه قوي وفي نفس الوقت مش واطيه قوي علشان ما تشربش زيت بزياده. اول ما تاخد كل جنب ياخد اللون الذهبي الحلو ده على طول طلعي على طول. بس لازم في كل جنب، تقريبا كل جنب بيقعد دقيقتين او حاجه. يعني كل الكيلو بتاعك بمشيئه الله مش هياخد اي وقت. بصوا بقى بعد كده وحوالي زي ما قلت لك على كل جنب دقيقتين. بصوا لونها عامل ازاي، البقسماط ثابت جدا عليها. آه روعة، يعني التتبيلة بتاعتها السهل الممتنع، شوية مية بصل على زبدية على ملح وفلفل اسود على رش من الحبهان. الحبهان ده اختياري، على طبعا ليمونة كبيرة. ممكن تستغني عن اصلا علبة الزبادي وتعمليها كده هو من غير زبادي ولا حاجة، هي بصلاية او بمية بصل. وطبعا البيضتين علشان تخلي البقسماط يلتصق فيها بسهولة. بصوا بقى، يا ريتكم كنتوا معايا وذقتوا الجمال والحلاوة دي. طبعا المكرونه دلوقتي في الفرن، بعد ما الحواف بتاعتها بتبدا تاخد اللون الحلو على طول هبدا ان انا اطفي من تحت القاع الفرن بتاعي، وهولع الشوايه من فوق. معلقه حلوه من السمنه او الزبده، انا بحب استخدم زبده كده، بحب استخدم زبده. كان عندي شويه كنافه كده باقيين من رمضان، هبدا على طول ان انا احمرهم بالشكل ده لحد ما ياخدوا اللون الذهبي الفاتح. النار تكون متوسطه وايدك على طول فيها. لو انتي لقيتي طبعا اي شويه كنافه بيفيضوا عندي من اي، يعني باجي اعمل صينيه كنافه وفاض مثلا كده هو شويه كنافه على جنب، بروح شايلاهم في الفريزر. اطلعهم اسيبهم، ما يسيبهمش يفكوا، بس يعني ايه، هي بتبقى مفلفله من بعضها. مجرد ما انتي بتضغطي عليها ضغطتين بتبدا على طول الكنافه تفك من بعضها. هنا بقى على طول هنزل بالشربات بتاع الجلاش بتاعك. تحمرت الكنافه وخدت اللون الذهبي. شربات الجلاش كوبايه ونص من السكر، عليها كوبايه وربع من الميه، وهخليهم يغلوا غلوتين حلوين لمده يعني تقريبا 5 دقايق من الغليان. شربات الجلاش ده انا خليته تقيل كده وجميل، كان طعمه رهيب جدا علشان الجلاش بتاعي انا عايزاه مقرمش. كان عندي شويه فول سوداني حطيته كده بالشكل ده، وعلى طول بقى في الصينيه الطويله الحلوه دي رصيت رقات الجلاش، وفي النص حطيت شوية كنافة حلوين وشوية فول سوداني. بصوا بقى تخرطيه كده اهو من قبل ما تدخليه الفرن ومن قبل ما تحطيه المادة الدهنية. هحط مادة دهنية قد ايه، هحط تقريبا كوباية من السمن، ممكن سمن على زيت او سمن بس او زيت بس، بس يفضل افضل حاجة هو السمن بس. هنا بقى سبتها، ولعت الفرن من تحت بس ما ولعتش الشوايه كده ولا في اخر دقيقتين. طبعا الشربات بتاعي بارد وتقيل والجلاش بتاعي سخن ولسه ملهلب، على طول هبدا ان انا احط الشربات. نسيت اقول لكم ان الشربات بعد ما غلي عصرت عليه عصرة نص ليمونة، وكمان حطيت شوية من الفانيليا. بصوا بقى البانيه والله يا جماعة طالعة في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة. اهلا بيكم في القناة الجديدة بتاعتي، انا شيرين حمدي. رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك. شكرا ليكم والسلام عليكم.